اكبر مشكله بتواجهنا في العلاقات ان لما بتكون بتدي كل حاجه عندك وبتلاقي اللي قدامك مش بيقدر، بتحاول تدعمه على قد ما تقدر وكل اللي بتقابله منه هو شويه حاجات سيئه، سواء كانت اهانه او طريقه تعامل سيئه او حتى عدم اهتمام او لا مبالاه. وانت في كل مره هو يتضايق بتكون موجود جنبه، في كل مره هو بيحتاج حاجه انت اول واحد بتجيله، وفي كل مره يكون هو محتاج احتواء انت اول واحد بتحتويه. ولما بيحصل معاك الموضوع ده ما بتلاقيش منه اي رد فعل مع ان اكتر واحد عمل الموضوع ده. بس الكتاب اللي معانا النهارده بيقول لك ان في الحقيقه هي مش وحش او هو مش وحش، انتوا الاتنين مش وحشين، المشكله ان انتوا الاتنين بتتكلموا لغه مختلفه وكل واحد فيكم فاكر التاني من نفس الكوكب. اهلا بيك يا تيحه في حلقه جديده في قناه جو. في القناه دي بنتكلم عن كتب، روايات او اي حاجه انا بحبها، وانت يا تيحه بتعمل لك اشتراك عادي جدا. في قديم الزمان الرجاله كانوا عايشين على كوكب المريخ والنساء كانوا عايشين على كوكب الزهره. كل مجموعه فيهم كانت قاعده ومرتاحه البال، كانوا عايشين بطريقتهم، بيواجهوا مشاكلهم وبيعاملوا بعض بالطريقه اللي بيحبوها. فالرجاله مثلا ما كانتش بتحب الكلام الكتير ولا بتحب الشك، والراجل لما يشتكي يبقى في مشكله حقيقيه ومحتاج حل. والستات على كوكب الزهره في المقابل كانوا بيحبوا بعض جدا وكان دايما بيسمعوا لبعض ويساعدوا بعض ويدعموا بعض معنويا. كان كل مجموعه فيهم مرتاحين البال، بيواجهوا مشاكل وده طبيعي، واحيانا بيعرفوا يحلوها واحيانا لا، ولكن في النهايه كانوا كلهم متفقين على نفس الحياه. ولكن عم الملل. وفي يوم من الايام اهل المريخ اللي هم الرجاله وهم قاعدين كانوا بيبصوا في السماء ولقوا كوكب الزهره. شافوا كائنات مختلفه تماما عنهم في التصرفات، في طريقه التعامل، في الشغل، حتى في الزعل. والموضوع ده بدل ما يخوفهم شدهم ولفت نظرهم، حسسهم بحاجه جديده ما كانتش موجوده في حياتهم. وهنا اهل المريخ وقعوا في الحب، وبسرعه البرق بحكم ان احنا مخترعين عملوا سفن فضائيه وراحوا على كوكب الزهره. والغريب في الموضوع ان اهل الزهره ما تفاجئوش بيهم، بالعكس رحبوا بيهم وهم كانوا حاسين من بدري ان اليوم ده هيجي. وفي الحقيقه ان الاثنين كانوا مستنيين بعض اصلا. وهنا تبدا الرحله الجميله اللي مليانه انبهار. مرحله ان كل حاجه قدامهم كانت ملفته، كل حاجه كانت حلوه، طريقتهم مختلفه جميل، اسلوبهم مختلف جميل، احتياجات مختلفه جميل، حتى الحاجات اللي مش شبهك بتشدك. وده فعلا كان ملفت جدا لان الحب بينهم كان سحري. كانوا مبسوطين جدا بوجودهم مع بعض وبالحاجات اللي بيعملوها سوا، بالمشاركه، بالاختلاف نفسه. مش بس متقبلين الاختلاف، دول كانوا مبسوطين بيه، بيفهموا احتياجات بعض ويكتشفوا اسلوب حياه بعض وعاشوا سنين في حب وانسجام. وبعدين حصلت النقله القويه، قرروا بدل ما يعيشوا في كوكب الزهره ينزلوا يعيشوا الاثنين في كوكب الارض. وفي الاول كانت كل حاجه جميله جدا وحلوه، الاثنين فاهمين بعض وعايشين مع بعض في امن وسلام. ولكن فجاه حصلت حاجه مدهشه جدا، فقدان ذاكره اختياري. صحوا في يوم من الايام هما الاثنين ونسيوا ان هما مختلفين وان كل واحد فيهم كان عايش على كوكب، وبرضه نسيوا اللي اتعلموه عن بعض، ونسيوا ان الطبيعي عند واحد مش هو الطبيعي عند التاني. واهم حاجه نسيوها ان الاختلاف اللي كان عاجبهم في الاول هو دلوقتي سبب كل المشاكل. ومن اللحظه دي الرجاله والستات دخلوا في الخلاف اللانهائي. وده مش عشان الحب اللي ما بينهم اختفى فجاه، لا، ده لانهم نسيوا القاعده الاساسيه بينهم، ان كل واحد منهم من كوكب مختلف. ودي المشكله اللي بتواجهنا دلوقتي، ان احنا معتقدين ان لو انا دخلت علاقه وانا مثلا لما بتضايق بروح اتكلم يبقى اللي قدامي لازم يعمل نفس الموضوع، وان لو انا اتضايقت بحب اخد جنب يبقى اللي قدامي لازم يعمل نفس الموضوع، وان انا لو حبيت اساعد حد هساعده بالطريقه دي يبقى اللي قدامي لازم يساعدني بالطريقه دي. ولكن الكاتب في الكتاب ده بيقول لك لا، بص بقى الحته دي، لو نسيت ان اللي قدامك مختلف عنك هتفضل تحاكمه 100% بمسطرتك انت، وده مضمون 100% انه يجيب لك خناقات وخيبه امل واحساس ان محدش فاهم التاني. القصة دي افتراضية سردها الكاتب عشان يعرف يحكي باقي الكتاب، فهمني يا تيحة؟ الكتاب اللي هنبدأ عليه السلسلة دي واللي هيستمر كالعادة 3 حلقات، ومتهيألي يا تيحة انت استنتجت الرجال من المريخ والنساء من الزهر. الكتاب ده عظيم، بيحل مشاكل مش طبيعيه بجد. انا الكتاب ده بعشقه، لما قريته اول مره في حياتي عشقت الكتاب ده، عشقت المؤلف قد ايه هو ذكي، مع ان انا ما طبقتش كل حاجه فيه، ولكن بجد يا تيحه الكتاب ده هيفيدك جدا. ولكن لذلك هنحب نفرق ما بين تيحه والانثى من تيحه، هتبقى يا توحه يا تحتوحه، انا لسه ما اعرفش، بس هقرر مع الفيديو زي ما تيجي فاهم. ممكن توحه وندلعها تحتوحه. المهم يا تيحه انت ركز معايا، وانت يا تحتوحه برضه ركزي معايا. الكتاب بيبدا اول فصل ويقول لك الحب موجود ولكن الفهم ناقص. وقال لك عشان يبدا الموضوع بطريقه احلى هيشرح قصه شخصيه ليه، بيحكي عن لحظه بينه وبين مراته بعد ولاده بنته. مراته كانت تعبانه جدا وعندها
ألم ومحتاجة دعم، وهو رجع البيت لقاها متضايقة، ففهم الموضوع غلط وافتكر انها بتهاجمه او بتلومه، وطبعا هو بدأ ياخد الموضوع بشكل دفاعي، ووصلت ان هو كان هيسيب البيت ويمشي. لكن اللي غير الموضوع بشكل كامل انها قالت له بكل وضوح انا مش محتاجة محاضرة، انا محتاجة تحضني، محتاجة احس انك موجود، محتاجة دعم مش دفاع. وهنا هو بدأ يفهم الفرق الحقيقي بين الاحتياج بتاعه والاحتياج بتاعها والاختلاف اللي ما بينهم. وهنا الكاتب بدأ يفهم ان الرجالة والستات اوقات كتير بيتخانقوا مش عشان هم وحشين، لكن عشان هم مختلفين ومش فاهمين اختلافهم. يعني الراجل ما قالش انا بطلت احبها، ولا هي قالت هو ما بقاش مهتم، لكن المشكلة كانت ان كل واحد فيهم فاكر ان اللي يريحه هو اللي يريح التاني، وده اصل الكتاب كله. ودي من اهم الحتت في الكتاب. بيقولك ان النية لوحدها مش كفاية. الناس كلها فاكرة انها اول ما تخش علاقة بنية حلوة وبأمل حلو، وان هم هيبقوا غير اللي قبلهم وغير اهلهم وغير كل الناس اللي حواليهم، وفعلا الدنيا بتبقى حلوة جدا في الاول، لكن مع حبة وقت ودخول المشاكل والشغل والاجهاد وسوء التفاهم كل واحد بيطلب من التاني يبقى شبهه، فيبدأ الحب يتبهدل وسطهم، لان تحتوحة وتيحة الاتنين بقوا طالبين من بعض نفس الحاجة ولكن بطريقة مختلفة. فالنية الحلوة لوحدها مش كفاية، والحب لوحده مش كفاية. الأهم إن يبقى فيه فهم للاختلاف. يعني في ناس بجد بتحب بعض، في بجد كابلز كتير بيحبوا بعض وبيعشقوا بعض، ولكن المشكلة ما بينهم هو الاختلاف اللي بينهم. فتلاقي الاتنين بيدوا كل حاجة لبعض، الراجل بيدي كل اللي يقدر عليه للست، والست بتدي كل اللي تقدر عليه للراجل، ولكن الاتنين بيفضلوا حاسين بنقص، وإن الشخص التاني مش بيديني اللي أنا محتاجاه. يا مصفتش. ولكن أحب أقول لك يا تيحة ويا تحتوحة، انا جاي احل لكم الحوار ده، انا جاي اجيب لكم الخلاصه. وبجد وانا بقرا الكتاب وانا بكتب السكريبت اتفاجئت بشويه حاجات يعني البنات بيقولوها، ايه ده، هو ده كان قصدكم؟ يعني انا نفسي صدمت فشخ. اكبر شكوى عند الستات ان الراجل مش بيسمعها، واكبر شكوى عند الراجل على حسب كلام الكتاب اللي انا مش شايفها منطقيه ان الست عايزه تصلحه طول الوقت. ممكن في المتجوزين، ما اعرفش، انا لسه ما اتجوزتش، بس ممكن المتجوزين عندهم المشكله دي، بيحس دايما الست عايزه تصلحه. يعني الست في يوم عادي جايه تتكلم عن تعبها ووجعها وارهاقها او المشاكل اللي هي بتواجهها في حياتها، ويجي البيت تيحة يلبس طاقيه الخبير ويعمل لي فيها الاستاذ المخضرم اللي عنده اكسبيرينس مليون سنه، يقعد يقول لها اعملي كذا، سوي كذا، سيبي الشغل، ردي كده، ما تزعليش. ثواني عايز افهم، يعني ايه ما تزعليش؟ انت يا تيحة عايز تتحكم في مشاعرها، يعني ايه ما تزعليش؟ فهمني يا احمد، ازاي تقول كلام زي ده؟ والمشكله ان هو شايف ان هو بيساعدها، وهي شايفه ان هو ما سمعهاش. افهم يا تيحة، هي شايفه ان انت لما بتحاول تساعدها بطريقتنا يا تيحة وان انت بتديها حلول، انت كده مش بتساعدها، هي فاكره كده. وفي الناحيه الثانيه الراجل بيبقى عايش حاجاته بطريقته، ودي حته بتواجهني مع امي كتير، فطبيعي ان هو يعمل حاجه غلط، حاجه ناقصه، او حتى حاجه غير مثاليه. ست تلقائيا بتشغل لجنه تحسين البيت، غير دي، حط دي في مكانها، بطل تعمل دي، بطل تسوي دي، كان المفروض تعمل كده. هي شايفه انها بتدعمه، اوكي، وهو شايف انها بتعامله على انه مشروع عطلان وهي بتصلحه. فاهم ازاي؟ يعني متفق، انا بحس بكده. انا اول مره افهم ان هم كده بيحاولوا يساعدونا، يعني ده احساس حلو بالنسبه لهم. بس انا مش عارف كيف الموضوع ده، لا بس ده انا بجد يعني لما بسيب الكوبايه مكانها، فمثلا شربت بيبسي، فانا مش هشيل الكوبايه دي لما اخلص الجيم كله او اللعب كله، ولما احب اشرب تاني اي حاجه مختلفه انا هقوم اغسل الكوبايه دي غسيل كويس جدا، بعدين اعمل فيها تاني. امي لا، خلصت شرب تشيل على طول، انتهى، عملت حاجه ظبطها على طول، سويها على طول، اعملها على طول. مش انا. الرجاله لما كانت عايشه على كوكب المريخ، اللي هم الرجاله الحقيقيه اللي بجد وحقه حقيقي، كان بيقيسوا قوه الراجل وعظمه الراجل بانجازاته، بجد الفعاليه، كميه حل المشاكل، المرتبه اللي وصلها، انه يعرف يصلح، انه يعتمد عليه، انه هو ينجز. دي الحاجات اللي بتقيس الراجل لما كنا على كوكب المريخ. وعشان الحاجات دي الراجل دايما اهم حاجه عنده الاستقلاليه، انه يكون مستقل، معتمد على نفسه، ويعرف يعول ناس ويعتمد عليه. فلما تديله نصيحة من غير ما يطلب، هو مش بياخدها كحب يا تحتوحة، هو بياخدها
احيانا انت شايفاني مش عارفه اتصرف. يعني اكتر مثال بينرفزنا احنا كرجاله، تمام؟ سايق العربيه وتايهين، حرفيا تايهين، فالست بتدي له نصيحه تعالى نسال حد. ما اصعب هذه الكلمه. الكلمه دي من ارخم الكلمات اللي انا بسمعها في حياتي. الراجل ساعتها بيحس اللي هو لا انا مش هسال حد، لا انا هعرف اتصرف، انا هعرف احل مشكلتي، انا راجل، انا بعرف اتصرف، بعرف احل المشكله، احنا تايهين بس انا هتصرف وهعرف احل المشكله. هي بالنسبه لها بتحاول تساعد، هو بالنسبه له شاف انها بتقلل منه وان هو لا يعتمد عليه في حاجه تافهه زي دي، ان هم تايهين. بيبقى متخيل في دماغه انت شايفه ان انا مش عارف اعمل الحاجه التافهه دي، ان انا وصلنا، انا مش موثوق فيا حتى في الحاجه دي. بس هو مش بيقول كده بصوت عالي، هو ده اللي حصل جواه. وعشان كده الكاتب بيشرح الراجل وبيقول الراجل بطبعه نادرا ما بيتكلم عن مشكله خاصه بيه، ولو في مشكله عويصه جدا بتواجهه ومش عارف يحلها بيروح يلجأ لخبير. ولكن امتى بيلجأ لخبير؟ لو بجد حاول بكل الطرق ومش لاقي. خد بالك من الحته دي، بيلجأ لايه؟ لخبير، مش انثى ولا رجل، مش فارقه معاه، حد خبير اعلى منه في الخبره في الموضوع ده. ولما بيروح لخبير بيبقى عايز منه حل، افهم، حل للموضوع، للمشكله، مش طبطبه، مش يسمعه، لا انا عايز بس حل. 1 2 3 خلص الموضوع، انا جاي لك لاجل كده. واحنا كرجاله لما كنا على المريخ كنا متعودين ان لو راجل عنده مشكله بيروح لراجل تاني، اول ما الراجل التاني يحكي له مشكلته، يعني انا قاعد في حال سبيلي جالي اخويا شكى لي من المشكله عنده، اول حاجه بتترجم في بالي ده جاي بيشكي لي، يبقى هو محتاج ايه؟ حل. انا برد بايه؟ بحل، مش بسمعه بقول له ما تزعلش، حصل خير بتاع، انت كويس، انت قوي، لا بقول له الحل وبس، لان ده راجل واجه مشكله وعايز لها حل، هو جاي يستعين بيا عشان انا خبير، لا اكتر ولا اقل. ولكن غير كده هو مش بيروح يحكي مشاكله لحد، وبيفضل يحتفظ بيها لنفسه، لان ده جزء من احساسه بقيمته. انا عارف ان الموضوع ده صدمه ليكي يا تحتوحه، ولكن دي الحقيقه. الراجل بيحب يسكت، ما يحكيش مشاكله، ويحب يحتفظ بيها لنفسه، لان هو بيحب يحلها لوحده. الراجل ما بيحبش يبان ضعيف، الراجل فاهم ان المشاكل دي طبيعه في الحياه وبيحب يحلها، دي طبيعتنا، احنا مش بنخبي عليكم عشان مش عايزين نحكي لكم، لا ده احنا اهلا. على الناحية التانية الستات على كوكب الزهرة تحتوح، عزيزاتي تحتوح، القيم مختلفة تماما ما بيننا وما بينك. الست عندها أهم حاجة الاتصال، الحب، الرعاية، المشاعر، المشاركة والإحساس. هي بتحس بالرضا لما بتحس إن الناس بتكلمها، لما بتحس إنها مفهومة مسموعة، لما بتحصل لها مشكلة بتحب تروح تشكي. يعني هي كل مشكلة هتحصل لها هتروح تشكي، وبتبقى عايزه تتسمع وتتفهم وتتحس، مش شرط تتحل. فاكره يا تحتوحه انا قلت من شويه في كوكب المريخ الرجاله لما بييجوا يشكوا احنا بنرد بحل على طول، عشان كده انتوا بتصدموا مننا واحنا بنصدم منكم. فلما انت يا تحتوحه بتحصل لك مشكله بتروحي تعملي ايه؟ بتفضفضي نص ساعه، ساعه، ساعتين، بتبقي محتاجه شويه كلام. انا حاسس بيكي، انا فاهمك، انت كان عندك يوم تقيل فعلا، وده شيء صعب علينا وعلى التحتيح ان هم يفهموا، لان اول ما بنسمع شكوتك بنرد بحل للاسف. وهنا بنيجي للمشكله الاساسيه، انت مش بتسمعني وانا بجد حاولت اساعدك. الست تبقى فاكره ان الراجل مش بيسمعها، والراجل بيبقى مستغرب لان هو بيحاول يساعدها وهي اللي مش بتسمع، وهو فعلا كان بيحاول يساعدها، بس المساعده اللي قدمها مش هي اللي كانت مطلوبه. ودي حاجة قوية جدا، لأن الكاتب بيوضح لنا إحنا إن أحيانا المشاكل كلها مش محتاجة حل. ممكن الست لما بتيجي تشكي بتبقى عارفة الحل أصلا، هي عارفة الحل إيه، ولكن هي مش عايزة منك حل، هي عايزة بس إنك تكون موجود، حاضر، بتسمع، بتطبطب، حضن خفيف سواء لأمك أو مراتك. وحتى لو كنتش عارفة الحل، بعض المشاكل بتتطلب إن أنت تكون موجود وسامع وفاهم وحاسس قبل ما تبدأ تحل. الكاتب بيقول حاجة حلوة جدا، أمثلة للست اللي بتنصح الراجل بتاعها، ليه ما تعملش كذا، ليه ما تلبسش كذا، سواقتك سريعة، طبق هدومك، اتصل بفلان، رتب مكتب. هي شايفة ان ده اهتمام وتطوير، لكن هو كل مرة بيتقال له الكلام ده بيترسب عنده حاجة جوه نفسه، انت مش كفاية. والكاتب بيوضح ان الراجل فعلا من جواه بيحب يتحسن، ولكن مش وهو حاسس ان هو المشكله ذات نفسها. الراجل بيتحسن لما بيحس ان هو الحل. ففي فرق كبير ما بين انت المشكله وان انا عايزاك معايا عشان نحل المشكله. فاهمه ازاي؟ الاولى هتشغل عندنا الدفاع والموقف الديفنسيف، ولا انا مش كذا، لا انا مش بتاع، ويقعد يهاجم بقى. بعض الرجاله بقى الخبيرين اللي عندهم دماغ حلوه بيقلبوا الترابيزه على طول، اول هجوم بيردوا عليه بهجوم، اللي هو انا مش هدافع، مش هصد،
انا ههجو. والاسلوب التاني اللي هو احنا في مشكله وعايزين نحلها بتشغل عنده الرجوله، فلازم تعرفي ازاي تنصحيه، مهمه جدا. اعظم فكره عند الكتاب ده كله، واللي تقريبا الكتاب ده اتعرف بيها، الراجل لما بيتضغط عليه بيخش الكهف، والست لما يتضغط عليها بتتكلم. الراجل لما بيبقى مضغوط بتجيله ضغوطات، مشاكل، فلوس، حاجات زي كده، ينعزل، يسكت، يفكر، يحل، يقرا خبر، يلعب، يتفرج على ماتش، يتفرج على التلفزيون، اي حاجه تساعده انه يفصل ويحل المشكله جواه. واحيانا بيهرب من المشكله وهيرجع لها بعدين. انما الست لما بتضغط تحتاج العكس تماما، تتكلم، تفضفض، وتقعد تنتقل من الموضوع لموضوع وتخرج كل اللي جواها. وهنا تحصل الخناقه الكلاسيكيه في اي بيت مصري، بالذات لو الراجل والست بيشتغلوا، او حتى من غير ما هي تشتغل. هو غلبان يعني راجع من الشغل تعبان، 8 ساعات شغل وساعتين طريق، فطلع عين امه، وهي يا اما كانت في البيت طول اليوم بتنظفه، بتعمل الاكل وبتهتم بالعيال، وطلع عينها، او كانت في الشغل برضه وكان طالع عينها هناك. فهو راجع من الشغل تعبان عايز يسكت، وهي راجعه من الشغل تعبانه وعايزه تتكلم. عايزه تتكلم. حاجات بتعصب، اقسم بالله بتعصب، اللي هو انا متعصب لاجل اللي انا راجل، وانا عارف ان اي تحت واحد تتفرج عليها هتبقى برضه متعصب، اللي هو وانتوا لازم تسكتوا، المفروض تتكلموا، يعني انتوا تعبانين، طلعوا اللي جواكم. يعني ايه نطلع اللي جواك؟ يعني ايه؟ فهو لما هي تبدا تتكلم بيفتكرها بتزن، وهي بتفتكر ان هو بيطنشها، والاكبر ان هي بتفتكر ان هو ما عادش بيحبها زي الاول، او ما عادش بيحبها اصلا، ايهما اقرب يعني على حسب مدى تهويل الامور والاوفر ثينكينج والقمص اللي هي تاخد الموضوع. يعني في بنات بتصعد الموضوع على طول، ان هو بطل يحبني، هالبنات هتكرهني بعد الفيديو ده. الاثنين غالبا مش فاهمين الاختلاف في طريقه التعايش مع الضغط للنوعين، مش اختلاف الحب. انتوا بتحبوا بعض انتوا الاثنين، بس انتوا مش فاهمين ان كل واحد فيكم بيعيش الضغط بطريقه مختلفه. يس. الكاتب بيقول ان الراجل لما بيخش كهفه بيبقى عايز ينعزل، وده ليك يا تحتوحه مش معناه ان هو بطل يحبك، ولا ان هو بيفكر يسيبك، ولا ان هو مش عايز يكمل معاكي، ولا ان حبه قل ليك. هو بس بيحاول يهدى، بيحاول يجمع. واحيانا الكهف ده ما بيبقاش اوضه، هو ممكن يكون كرسي، ممكن يكون لعبه، ده الكهف بتاعه، ممكن يكون كنبه بيقعد عليها وبيتفرج على التلفزيون، او ممكن يقعد على الكنبه دي ويبص للسقف ما يفكرش في حاجه، تتكلمي معاه مش سامعك، او بيتفرج على ماتش وتسالني النتيجه كام ما يردش. هو مش بيتفرج على الماتش ولا بيلعب جيم، وتلاقيه عصبي جدا في الجيم وبيطلع كل الطاقه اللي فيه جوه، وتيجي تتكلمي معاه، تحاولي تقعدي معاه، تلاقيه بيرفض، عايز يقعد لوحده. هو بيحاول يفهم المشكله اللي عنده ايه سببها وايه حلها، ولكن انت يا تحتوحه بتفهمي ان ده انسحاب من العلاقه، ودي نقطه مهمه جدا في العلاقات. اكبر مصايب العلاقات مش الفعل، لا، ترجمه الفعل، ترجمه اللي حصل. ايه انت خدتيه بطريقه وهو خدها بطريقه. لما تشغلي دماغك يا تحتوحه وتفكري تخشي وراه الكهف بتاعه وتحاولي تتكلمي وتقفي جنبه وتساعديه، احكي لي مالك، ايه اللي مضايقك، مالك زعلان ليه، على كوكبك الزهره، ده اسمه مساعده، دعم. لان البنات بيحبوا لما يكونوا زعلانين ان الناس تيجي تراضيهم، لما يكونوا في مشكله الناس تسال عليه، فباعتقادك ان ده اللي الراجل محتاجه. ولكن انت لما بتخشي تعملي كده، مالك، متضايق ليه، زعلان ليه، عندنا على كوكبنا ده اسمه اقتحام. ايوه يا تحتوحه، ده اسمه اقتحام. ما ينفعش تخشي على الراجل الكهف. وارجع انوه ان الكهف ده مش اوضه، ممكن يكون قاعد يلعب وانت جايه ترازي فيه، جايه ترخمي. ففي الطبيعي لما تيجي تسالي هيرد عليك ردود اللي انا متاكد 100% اقولها لك من يوم انا تمام، انا كويس، مفيش حاجه، انا زي الفل. ولكن لو استمريتي في الضغط عليه والتصرف معاه، وبالذات بقى لو شغلتي دماغك وقعدتي ترغي وتحكي وتفضفضي على مشاكل عندك، فهتسمعي حاجات مش هتسر خالص. لان الراجل جوه الكهف هو ما زنقش نفسه الا عشان هو خايف من الخطر اللي ممكن يطلع منه. لان لو الراجل قادر ان هو يتكلم كان سمع كل كلام يقتلوه فيها. فالكاتب بيقول لك ما تخشيش الكهف والا الاسد هيبلعك. وده مش لاجل ان الراجل شرير، ولكن لاجل ان الضغط والاقتحام بيطلع اسوأ نسخه منه، وقد تكون اسوأ نسخه في تاريخ الرجاله كله. فلو راجلك مضغوط ما تكلمهوش، سيبيه في العزله بتاعته، سيبيه في الكهف بتاعه عشان ما يطلعش كل حاجه عليك. سيبيه هيهدى وهيرجع. هيروح فين؟ هيروح لمين؟ هيخلص مشاكله، هيحلها بطريقته، بعد كده يرجع يبقى يحكي لك او ما يحكيش. في كل الحالات انت مرتاحه وريحتي دماغك. الست بقى يا تيحه لما بتضغط بتحتاج تتكلم زي ما قلنا، ومش لازم يبقى كلام منطقي او حتى اصلا مترتب. يعني ممكن تبدا بمشاكل الشغل، وبعدين ترجع لمشاكل امها، وبعدين ترجع لمشاكل العيال، وبعدين في الفلوس، وبعدين صاحبتها، وبعدين البيت، وبعدين ترجع للشغل. والراجل هو قاعد يسمع ايه علاقه ده
يعني ايه؟ لكن بالنسبه لها ده طبيعي. هي مش بتعمل باوربوينت، هي مش بتقدم لك برزنتيشن يا حبيبي، هي بتفرغ ضغط، عندها مشكله في الضغط فبتفرغ كل الضغوطات مره واحده. وانت يا تيحه هنا بتغلط غلطه مشهوره جدا، يا اما بيفترض انها حاطه اللوم عليه، يا اما بيفترض ان هي عايزه حل وفي الحالتين بيتوتر او بيتلخبط بالمعنى الادق. ولو قدم حلول في النص كده وهي عماله تعد مشكله في مشكله في مشكله في مشكله وهي استمرت بالكلام، فهو بيحس ان هو مرفوض وغير متقدر وان حلوله كلها اترمت في الزباله، مع انها اصلا من الاول ما كانتش طالبه حلول، كانت طالبه تسمع. فيا تيحه يا غبي اسمع يا حبيبي، اسمع يا بابا، افهم، حاول تسمع. طيب خلاصه كده بسيطه للحته اللي فاتت دي. يا اهل المريخ الرجاله، مش كل مشكله لازم تدي قصادها حل، احيانا وجودك لوحده وسمعك وفهمك وحسك كفايه. ويا اهل الزهره يا تحتوحه، مش كل صمت وسكوت وانسحاب معناه رفض او ان العلاقه انتهت او انه مش عايز. احيانا المسافه بتبقى جزء من تنظيم ذاتنا وتحديد اولوياتنا، وده مش سهل طبعا ولا ايزي ولا اي نيله، ولكن كونك او كونك فهمتوا الحته دي ده على الاقل هيشيل مشاكل كتير تافهه ممكن تكون موجوده. مجرد بس ما تستوعب او تستوعبي الحته دي، المشاكل والخناقات الغبيه هتختفي لوحدها. هتفضل مشاكل وهتفضل في مشكله في الفهم، ولكن على الاقل هنخلص من التوافه. ايه اللي يحفز الراجل ويحفز البنت؟ باختصار الراجل بيحفزه انك تكون محتاج اليه، والمرأة بتتحفز لما بتكون معززة ومسنودة. يعني يا تحتوح، الراجل لما بيحس ان ليه قيمة، ليه فايدة، ليه دور، بيتبسط. افتح لي البرطمان ده، هات لي البتاعة دي من فوق، ساعدني في ده، هات لي ده، شيل لي دي، سوي لي كذا. دي حاجات بتخلي الراجل يتحفز، انه بيحس ان هو حد محتاجه. انما الست فبتتحفز لما بتحس انها مش لوحدها، وان حد شايل معاها، فاهمها ومهتم وبيقدم دعم حقيقي. هنا هي بتدي اكتر، ودي حته قويه جدا، لان ناس كتير بتحفز شريكها او ابنها او ابوها او امها بطريقه تخصها هي. يعني ما ينفعش الراجل تيجي تبينه ان انت جنبه وان انت معاه وان انت وان انت وان انت، هو عايز يحس ان انت اللي محتاجاه مش ان انت جنبه. وفي نفس الوقت يا تيح ما تروحش تبينها ان انت محتاجها، هي مش محتاجه ده، هي محتاجه تفهم ان انت جنبها، مش عايزه تزيد الطين بله. فاهمين حاجه؟ كاتب برضو بيقول حته حلوه قوي، انتبهي لا تزيدي عطائك عن اللزوم. اللي تحتوها في ستات فاكره ان هم من كتر ما هيدوا الراجل هيصحى وهيفوق، وده غلط. لان احيانا العطاء الزياده للراجل بيتحول لاستياء، بعدين لوم، وبعدين انهيار. لان في ستات كتير للاسف بيدوا زياده عن اللزوم، بيشيلوا فوق طاقتهم، بيفضلوا يراعوا الكل ويتحملوا الكل ويقولوا معلش ويكملوا، لحد ما في لحظه الست دي تبقى فاضيه من جوه، وبعديها بتبدا العصبيه. انا بدي كتير، انا شايله اكتر، انا مش لاقيه مقابل، انا تعبت. والكاتب هنا بيقول احساسها مش غلط، وبصراحه انا متفق معاه، لكن العيب من عندها. هي اللي لازم تدي حدود العطاء، وتعرف تقول لا، وتعرف تطلب، تعرف ما تديش بلا نهايه، لان العطاء بلا حدود بيحول الحب لاستنزاف. ودي حته واعيه جدا في الكتاب، وزي ما الحته دي موجوده في مقابلها حاجه موجوده عند الرجاله، ان هو ما يكونش كفايه. معلش يا تحتوحه والى كل التحتحات الموجوده معانا، انا بحس اكتر بالراجل اكتر من الست، وده مش ذنبي كون اني راجل. يعني الراجل دايما بيحس ان هو خايف ما يكونش كفايه، مش قادر، مش كفء، وانه خايف يحاول ويفشل، لان ده ممكن يزود احساسه اكتر. فبعض الرجاله بدل ما يحاولوا بينسحبوا وبيبردوا وبيقللوا من اهتمامهم، كانهم بيحموا نفسهم من اختبار الكفاءة، انه احنا مش هنبطل ندي لان احنا حاسين ان احنا مش كفء اساسا بيكم. الحته دي صعبه قوي. يعني الراجل لما بيبدا يحس ان هو مش قادر يغطي مثلا تكاليف في عيلته، او مش قادر يحمي عيلته، او مش قادر يساعد اهله، بيبقى عايز يبعد، ينسحب شويه كده، اللي هو انا مش كفء ان انا اكون معاكم. فبيبدا يحاول يهرب بطريقه ما، لان هو حاسس ان هو وجوده ملوش لازمه، مش قادر يعمل اللي هو المفروض كراجل يعمله. ودي نقطه مهمه جدا من الكاتب بيحاول يوضحها لك يا تحتوحه. لازم تفهمي الحته دي في الراجل بجد. هو ممكن تكون لو ظروفه وحشه تلاقيه مش عايز يتكلم معاكي كتير، بتلاقيه مش عايز يقعد معاكي، مش عايز يرغي، فاهمه ازاي؟ وده بسبب ان هو بدا يحس ان هو مش كفايه، مش قد ان هو يكون معاكي دلوقتي، عنده مشكله داخليه، وكل اللي محتاجه يا تسيبيه ياخد وقته، لا يا تحاولي تزودي عنده الثقه والتقدير. وده مش بالكلام، بالفعل، لان احنا كرجاله ما بيهمش معانا الكلام. المهم ان انت تبقي حاسه من جواكي ان هو هيعرف يتصرف، والاهم انك هتفضلي موجوده مهما حصل، حتى لو هو مش قادر حاليا يلبي الاحتياجات اللي انتوا محتاجينها. مش عارفين قد ايه شلت حمل كبير من عليا دلوقتي.
الكتاب بيقول ان احنا بنتكلم بلغات مختلفه، وانا بحب الجزء دي جدا جدا قويه. الرجاله والستات بيستخدموا نفس الكلام ولكن بيقصدوا بيها معاني مختلفه. يعني ممكن الست تكون قاعده بتشكي والراجل قاعد بيسمعها وتقوم قايله له انت مش سامعني، فيقول لها ازاي انا ممكن اكرر كل اللي انت قلتيه حالا. بالنسبه له السمع ان انت تلقط معلومات عماله تتقال، بالنسبه لها ان انت تحس بيه، ترتبط معنويا بيه. لسه عندي عقده ومش فاهم الحته دي يعني ايه، يعني انت عايز ايه، انت عايز ايه، ولكن عندي ليك قصه وضحت الحوار ده. مثال بسيط تمام. في يوم عادي جدا انت قاعد مع مراتك ولقيتها بتقول لك احنا عمرنا ما بنخرج. حلو قوي، واضحين لحد هنا. انت الرد بتاعك هيبقى احنا لسه خارجين من اسبوعين. منطقي، يعني احنا بنخرج اهو، امال في ايه؟ هي قصدها احنا ما بنخرجش، انا مشتاقه للخروج مع بعض ونقضي وقت حلو. انت متخيل؟ انا اول ما سمعت الجمله فهمت عادي اللي هو ما احنا لسه خارجين من اسبوع او اسبوعين. حرفيا اي راجل هيفكر كده، اي راجل هيفكر في الطريقه دي. احنا لسه خارجين، هو ايه اللي ما بنخرجش خالص؟ ولكن انا متاكد ان اي تحتوحه بتشوف الفيديو تفهم اللي هي ماشي، هي عايزه تخرج معاه، هي بتقول له كده عشان هي عايزه تخرج معاه، هي مش بتلومه ان هو بيخرجهاش، لا هي بجد حاسه ان عايزه تخرج معاه. فالراجل لما بنت بتتكلم بنفس الكلمات اللي هو بيستخدمها خد الكلام المنطقي ورمى المشاعر في الزباله، سابها على الارض. ولكن برضه الكاتب قال ان البنات بتبالغ في التعبير شويه عشان تحاول توصل المشاعر. يعني لو قالت احنا عمرنا ما خرجنا مع بعض فده معناها انها وحشها بجد قوي انهم يخرجوا مع بعض. فعلى حسب المبالغه، على حسب هي بتحاول توصل المشاعر، لان لغتهم هي تيحه المشاعر. طبعا الحته دي هتبقى مشكله عند البنات، والمشكله الاكبر عند الرجاله ان هم مش فاهمين المشكله اللي عند البنات. كاتب هنا بيتكلم عن لغه الزهره ولغه المريخ. البنت لو قالت انا محدش مهتم بيا، معناها انا محتاجه انك تكون موجود وتطمني، او انا تعبانه جدا انا عايزه دعم وتقدير وراحه، مش عايزه محاضره من حضرتك، انت ما عدتش بتحبني، انا محتاجه تطمني وتقولي ان انت لسه بتحبني، انا عايزه رومانسيه اكتر ما بيننا، معناها انا عايزه اهتمام ووقت حلو اكتر، مش عايزك تاخد موقف دفاعي. ودي شويه تعبيرات من البنات احنا كرجاله بنفهمها غلط، لان احنا بناخد الكلام بمنطقيه. والكاتب بيقول ان اغلب الخناقات بتبقى مشكله ترجمه للكلام اللي بيتقال، لان الكلام اللي بيتقال مش معناه ان هو حقيقي 100%، ولكن هي مجرد مشكله ترجمه. فالكتاب بيقول لك يا تيحه ويا تحتوحه لما تلاقي الكلام بيولع اقف شويه واسال نفسك هو اللي قدامك يقصد الكلام ده بالمعنى الحرفي ولا في مشاعر تحتيه؟ هنا جزء كبير من المشاكل برضه هيتحل. واهم حاجه في العلاقات اللغه، فرق اللغه اللي ما بينكم، اللغه اللي انت بتتكلمها واللغه اللي هي بتتكلمها. هنا حته اتكلمنا فيها قبل كده بس الكاتب غاص فيها شويه. من اكبر التحديات عندك كتحتوحه انك تفهمي سكوت الراجل. الراجل لما بيسكت بيفكر او بيعالج او مش جاهز للرد او بيحاول يهدى او ممكن يكون بيدخل في كهفه شويه. ولكن سكوت الراجل احيانا وانت بتتكلمي معاه مش معناه انك مش مهمه او ان هو مش مهتم او ان هو رفضك او ان هو يحاول ينبذك او يسيبك. ينبذك دي كلمه عربيه قويه، حد يعرف يستخدمها؟ قول لي في المجال قبل كده حد استخدم كلمه نبذ ينبذك؟ اتعلم مني اللغه العربيه. وهنا الكاتب بيقترح على الراجل عشان نحاول نساعد الست انهم يتعلموا الحته دي ان انت تقول بكل بساطه انا محتاج شويه وقت وهرجع. الجمله دي صغيره وبسيطه ولكنها بتعمل فرق كبير وبتهدي الدنيا شويه. بس هتبقى في مشكله بجد لو البنت مش قادره تفهم الحته دي، ومش كل مره الراجل هيعرف يقولها. الراجل احيانا بيحب يسكت وخلاص، ما يحبش يوضح الحته دي. ولكن انت لو لقيتيه بدا يسكت تحتوحه شدي بلاستر. نصيحه شدي بلاستر، لان لو كان السكوت بتاعه مش سكوت عادي، هو سكوت اللي هو بتاع الكهف، فزي ما قلنا ده هيبقى اسمه اقتحام. والاقتحام مصيبه، هيطلع منه اسوأ حاجه فيه. احيانا ممكن يكون سكوته تفكير ان هو مش جاهز للرد، ما عندوش رد حاليا، فده ممكن ما يعملش مشكله لو انت ما فهمتيش سكوته، ممكن ما يعملش مشكله. بس لو كان كهف هتبقى مصيبه. في اخر الحلقه دي الكاتب عايز يلخص وعايز يقول كلمتين ورد عطاء عشان نبدا في الاجزاء الجايه واحنا موضحين الحته دي. بيقول لك ان تغيرات بسيطه يا باشا كفيله انها تحل مشاكل كتير جدا موجوده عشان تصلح العلاقه كلها من اولها لاخرها. ولكن على الاقل حل حاجات بسيطه. يعني بدل يا تيحه ما تحل المشكله جرب تسمع لتحتوحه شويه، تسمع بس، وانت بدل ما تنتقدي حاولي تطلبي او تعبري. وانت يا تيحه لما تحب تخش الكهف بتاعك حاول قد ما تقدر تقول لها ان انت هترجع تاني، او لو انت ما ردتش قول لها هرد بس ثواني بفكر. وانت يا تحتوحه ما تخشيش ورا الكهف، لو
وهو دخل الكهف وسكت سيبيه، ما تخشش وراه. حاولوا تترجموا الجمل قبل ما تردوا، لان مش كل الجمل معناها مشاعر بس، ومش كل الجمل معناها منطق بس. ترجموا قبل ما تردوا. والاهم من كل ده ان انتوا تفهموا ان انتوا الاتنين مختلفين، انتوا مش نفس الحاجه. وكونك فهمت الحته دي جزء كبير من المشاكل اتحل. واللي عايز افكره لكم انتوا الاثنين ان الاختلاف اللي ما بينكم ده عامه هو اللي حببكم في بعض. كون ان الراجل بيسكت وقت المشكله وانه مش عايز يتكلم، ده نوع من تحمل المسؤوليه، وان هو بيحب يشيل المسؤوليه، وده اللي بيحببك انت يا تحتوحه في تيحه. وكون انها عندها مشاعر وحاسيس وانها لطيفه وبتتكلم بطريقه حلوه، ده يا تيحه اللي حببك فيها، ان دي انسانه واقعيه عندها مشاعر واضحه قدامك. انت بتحب الحاجه الكيوت كده يا تيحه، اعترف يا تيحه. فاللي عايز اقوله لك يا تيحه او يا تحتوحه، ما تنسوش ان الاختلاف ده هو اللي حببكم في بعض، وان ده اهم حاجه. فما تحكمش وقت الخناقه ان الاختلاف هو المشكله، الاختلاف طبيعي. فاتمنى بجد يا تيحه ويا تحتوحه تكونوا فهمتوا الدنيا وفهمتوا ان انتم مختلفين مش متشابهين. وما تنساش عندي حاجه تانية، انا خلصت 5 فصول اساسا في الحبه دول، فما تنساش تعمل لايك واشتراك وتستنى الفيديو الجاي. وبجد عايز اشكرك جدا يا تيحه ويا تحتوحه على كميه الدعم اللي حصلت على السلسله اللي فاتت، كانت اكبر من السلسله اللي قبلها. انا منصدم جدا ومبسوط جدا من دعمكم، وبحبك جدا يا تيحه، بموت فيك يا تيحه، وبجد شكرا. وبس ده اللي كان عندي النهارده. يا لا لا يا عيني يا لا مش دي. انطيتني وردة فرجيتها لاصحابي.